لو قلت لك ان في كتاب واحد بس ممكن يغير طريقة تفكيرك عن الفلوس، كتاب ممكن يخليك تشوف الشغل والمرتب والمدرسة وحتى البيت بنظرة مختلفة تماما. الكتاب اتكتب من 20 سنة ولسه لحد النهاردة بيتباع بملايين النسخ كل سنة. الكتاب اترجم لأكتر من 50 لغة واتباع أكتر من 40 مليون نسخة حول العالم. يعني ببساطة مش مجرد كتاب، ده ثورة مالية متنكرة في هيئة غلاف بسيط. كتاب الأب الغني والأب الفقير للمؤلف روبرت كيوساكي واحد من أكتر الكتب التأثير في العالم كله في مجال المال والتعليم المالي. الكتاب غير حياة ناس كتير جدا، من موظف زهقان لشخص عنده حرية مالية، من واحد بيستنى أول الشهر علشان المرتب لواحد بيفكر إزاي يخلي الفلوس تشتغل عنده بدل ما يشتغل عشان الفلوس. الفكرة بسيطة جدا بس محتاجة شوية تركيز. جهز بقى قهوة 100 أو مشروبك اللي انت بتحبه ويلا نتعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا صديقي العزيز في قناة جرعة الدوبامين. أنا أحمد، وفكرة القناة إني بقرأ كتاب وبشرحه لك شرح بسيط جدا وأوصل لك كل معلومات القراءة من غير ما تقرأ ولا كلمة. لو عجبتك فكرة القناة شرفني باشتراكك. روبرت كيوساكي في المقدمة مش بس بيدينا نبذة عن محتوى الكتاب، ده بيحكي لنا قصة حياته شخصيا وهو طفل، واللي حصل أثر فيه بشكل كبير جدا وكونت شخصيته المالية وخلته يفهم حاجات كتير جدا عن الفلوس ما كانش ممكن يفهمها بالطريقة العادية أو بالتعليم التقليدي. بيقول إنه كان عنده أبوين مختلفين تماما في طريقة تفكيرهم عن الفلوس، لأن كل واحد فيهم كان عنده فلسفة حياة مختلفة عن التاني في التعامل مع المال. واحد فيهم كان بيقول حب المال هو مصدر كل الشرور، والتاني كان بيقول ضيق ذات اليد هو مصدر كل الشرور. عكس بعض تماما. واحد فيهم كان كل ما يقع في مشكلة يقول أنا ما أقدرش أعمل الحاجة دي، والتاني كان بيقول لنفسه إزاي أقدر أعملها. كانت نصيحة واحد فيهم ادرس كويس علشان تلاقي شركة محترمة تشتغل فيها، والتاني كان بيقول ادرس كويس علشان تلاقي شركة كويسة تقدر تشتريها. يا ساتر، فرق شاسع بين الاتنين. روبرت بيقول إن أبوه الفقير كان دايما بيقول على نفسه مستحيل يبقى غني، وده فعلا اللي حصل لأن هو ده تفكيره. لكن أبوه الغني كان دايما بيقول على نفسه أنا غني حتى لو وقع في أزمة مالية وقبل ما يكون غني أصلا. وهي دي فعلا الحقيقة. عقلك بيصدق الكلام اللي انت بتقوله على نفسك. يعني لو دايما بتفضل تقول أنا هفضل زي ما أنا ومش هلاقي الشغل المناسب ولا هوصل للي بحلم بيه، عقلك فعلا هيتعامل على هذا الأساس وهيكسل أصلا إنه يفكر في أي حاجة وهيروح دايما للحاجة السهلة. لكن لو كنت مصدق نفسك ومصدق حلمك ودايما بتشجع نفسك، عقلك هو كمان بالفعل هيصدق وهتلاقي الدنيا أسهل بكتير. حط دايما في دماغك إن في فرق بين كون المرء فقير وكونه مفلس، لأن الإفلاس أمر مؤقت، أما الفقر فهو أبدي، لأن الفقر دايما بيكون في العقلية مش في جيبك. يا سلام، جملة تتكتب على ظهر توك توك مستريح. الأب الأول وهو الأب الفقير، وده كان أبوه الحقيقي. كان راجل متعلم تعليم عالي جدا وكان واخد الدكتوراه ووصل لمناصب كبيرة جدا ومحترمة في الحكومة. رغم كل ده كان دايما واقع في ديون ما بتخلصش، وكان دايما يقول لروبرت يا ابني روح المدرسة وذاكر كويس جدا وهات أعلى الدرجات علشان تلاقي وظيفة أمان بمرتب كويس، وبعدها تقدر تعيش حياة مستقرة وتستنى المعاش بتاعك اللي يضمن لك مستقبلك. يعني كان بيتبع المنهج التقليدي اللي اغلبنا اتربى عليه، المنهج اللي بيعتمد على الامان الوظيفي والاستقرار، يعني كمفتاح للنجاح والسعاده في الحياه. لكن الاب الثاني وهو الاب الغني، وده كان والد اعز صديق لروبرت وهو مايك. المفاجاه هنا ان الاب ده ما كانش متعلم اصلا عكس ابوه الحقيقي، بس كان عنده شركات واعمال ناجحه جدا وكان من اغنى اغنياء هاواي في الوقت ده. المثير للاهتمام هنا ان الاب الغني كان دايما بيقول لروبرت ومايك كلام مختلف تماما عن اللي بيسمعه روبرت من ابوه الحقيقي. كان بيعلمه ازاي الفلوس تشتغل عنده وازاي ممكن الواحد يجمع ثروة ويبني اصول بدل ما يجري ورا الوظيفة والمرتب الشهري. تخيل طفل عنده 9 سنين لسه بيبدأ يفهم الدنيا بيسمع كلام مختلف تماما عن الفلوس من اتجاهين مختلفين ومحتار يسمع كلام مين، ويا ترى مين فيهم الصح؟ هل يتبع نصائح ابوه المتعلم وصاحب المنصب الكبير ولا يتبع نصائح والد صاحبه الغني؟ الفرق الجوهري بين الابوين دول
ما كانش في كمية الفلوس اللي بيكسبوها قد ما كان في طريقة تفكيرهم عن الفلوس وازاي بيتعاملوا معاها. الاب الفقير كان شايف ان الشغل هو مصدر الدخل الوحيد والاهم. كان دايما بيعلم روبرت انه يشتغل علشان الفلوس، يعني يقدم وقت ومجهود مقابل راتب شهري، وده اللي اغلبنا بيعمله من ساعة ما بيتخرج لحد ما بيوصل لسن المعاش. على عكس الاب الغني، كان دايما بيقول لروبرت الواحد لازم يتعلم ازاي يخلي الفلوس هي اللي تشتغل عنده، مش احنا اللي نشتغل علشان الفلوس وبس. وكان بيعلمه ازاي يقدر يستثمر، وازاي يخلي الفلوس تجيب فلوس اكتر، وازاي يبني اصول ومشاريع تخليها تجيب له دخل حتى وهو نايم. وهنا روبرت قرر يعمل حاجة غريبة جدا بالنسبة لطفل عنده 9 سنين. قرر انه يتعلم من الاثنين، بس الاهم انه يتبع نصائح الاب الغني، لانه حس انها هتحقق له اللي هو عايزه في المستقبل وهتوصله لحالة من الحرية المالية. الكتاب طبعا مش هيعلمك ازاي تكون غني في يوم وليلة، ولا هيديك وصفة سحرية تعملها فتصحى تلاقي نفسك مليونير. الكتاب هيغير طريقة تفكيرك عن الفلوس، وهيكسر شوية مفاهيم كتير جدا اتربينا عليها وصدقناها وبنمشي وراها من غير تفكير. اولا هتكتشف ان مش لازم يكون معاك فلوس علشان تعمل فلوس. دي جملة ممكن تكون غريبة جدا لناس كتير. ازاي اعمل فلوس من غير ما يكون معايا فلوس اصلا؟ ايه يا عم انت بتقول اي كلام. الموضوع مش مرتبط برأس المال الكبير في البداية قد ما هو مرتبط بالعقلية الصحيحة والافكار اللي ممكن تولد فلوس. يعني مش لازم يكون معاك ملايين علشان تبدأ مشروعك او فكرتك. ممكن تبدأ بحاجة صغيرة جدا وتكبرها خطوة خطوة، كأنك بتزرع بذرة صغيرة. مش لازم يكون عندك مزرعة كبيرة جاهزة علشان تبدأ تزرع. ثانيا البيت اللي انت قاعد فيه مش اصل. ازاي يعني بيتي مش اصل؟ ده انا دفعت فيه شقة عمري وسنين حياتي. طبعا في ناس كتير جدا بتشوف البيت هو اهم استثمار في حياتها. وهنا روبرت بيشرح لينا الفرق بين الاصول والالتزامات، وده بقى جزء مهم جدا في الكتاب وهنتكلم عنه بالتفصيل في الحلقات الجاية. بس باختصار الاصل هو اي حاجة بتدخل فلوس في جيبك بشكل مستمر، اما الالتزام فهو اي حاجة بتسحب منك فلوس. البيت اللي انت ساكن فيه هو التزام لانه محتاج مصاريف صيانة وفواتير وضرايب وهكذا، لكن لو اجرته وبقى بيدخلك ايجار شهري هنا بيتحول لاصل. ثالثا بقى المدرسة للاسف مش بتعلمنا اي حاجة عن الفلوس. للاسف الشديد نظام التعليم التقليدي اللي اغلبنا مر بيه بيركز على انك تطلع موظف شاطر ومطيع. بيدرسوا لك كل حاجة في الدنيا الا الفلوس والاستثمار وازاي تقدر تبني الثروة اللي بتحلم بيها. هم بيعلمونا نذاكر كويس علشان نلاقي وظيفة محترمة ونشتغل فيها، ولما بقى تشتغل وتجيلك فلوس شوف بقى انت هتتصرف فيها ازاي. في نهاية مقدمة الكتاب روبرت بيطرح سؤال مهم جدا: هل انت ماشي على نفس منهج الاب الفقير اللي بيشوف الامان الوظيفي والاستقرار هو كل حاجة في الحياة؟ هل انت بتجري ورا المرتب الشهري وبتخاف من المخاطرة، ولا بتفكر زي الاب الغني اللي بيحاول يخلي الفلوس تشتغل عشانه وبيدور دايما على فرص للاستثمار وبناء الاصول حتى لو كانت مخاطرة؟ الكتاب مش هيخليك تسأل السؤال ده لنفسك، هيخليك تلاقي الإجابة الحقيقية، والأهم من ده هيخليك تملك القدرة على تغيير مسارك لو لقيت نفسك ماشي في طريق مش عاجبك أو طريق مش هيوصلك للحرية المالية اللي بتحلم بيها. في النهاية الخلاصة اللي عايزك تطلع بيها من حلقة النهاردة: الفلوس ليها قواعد مختلفة تماما عن اللي اتعلمناه في المدرسة أو حتى مجتمعنا وأهلنا، والأهم من ده كله عقليتك تجاه الفلوس وطريقة تفكيرك هي اللي بتحدد مصيرك المالي. والأهم إنك لازم تتعلم إزاي تخلي الفلوس تشتغل عندك، مش أنت اللي تفضل تشتغل عشان الفلوس طول حياتك. استناني في الحلقات الجاية علشان هندخل في تفاصيل الكتاب أكتر، وإزاي تفكر زي الأغنياء، وإزاي تبني ثروتك حتى لو بإمكانيات بسيطة. صدقني الحلقات الجاية هتكون رحلة ممتعة جدا ومليانة دروس قيمة ممكن تغير حياتك كلها. انتهت جرعة الدوبامين النهاردة يا صديقي العزيز. شكرا جدا على وقتك الجميل، واتمنى اكون قدرت افيدك. ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. اشوفك الحلقة الجاية يا صديقي على خير. مع السلامة.